السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. دي ان شاء الله الخلطة بتاعت الهدوم البيضاء اللي هنعملها مع بعض النهاردة. بمكونين اتنين بس، عملناها بصابونة بلدي وعملناها بكيس من الخلطة. بجد روعة روعة روعة، وتقلها حلو قوي. طبعا هي لسه سخنة، اول ما تبرد هتلاقيها تقلت عن كده. شوف عاملة ازاي روعة. وكمان هنجرب مع بعض، هنغسل مع بعض فوطه كده، نشوف الرغوه بتاعتها عامله ازاي، في التنظيف عامل ازاي. يا ريت حبايب قلبي اللي مشرفيني ومنوريني على القناه ولسه ما عملوش اشتراك، يا ريت يا حبايب قلبي تعملوا اشتراك فضلا وليس امرا. ويا ريت يا حبايبي ما تنسوش اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو وعشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه على القناه. دي ميه عاديه خالص من الحنفيه، وهحط فيها شويه من الخلطه دي اهي، حاطه شويه صغيرين خالص اهو. وادي الفوطه، شوفوا شكلها عامل ازاي، فوطه مطبخ زي ما انتم شايفين كده اهي. هغسلها معاكم لحظه واحده. بصوا يا حبايبي الفوطه اهي، هنحطها هوريكم الرغوه بتاعتها عامله ازاي. رغوتها تحفه. انا وريتها لكم برده الرغوه بتاعت الخلطه، وريتها لكم في اخر الفيديو برده، بس قلت اجرب معاكم حاجه اغسلها من شويه صغيرين في شويه الميه. بصوا الرغوه بتاعتها عامله ازاي، وهتخلي الفوطه دلوقتي زي الفل. بجد الخلطه دي سحريه في القضاء على اي بقع. طبعا معاها الصابونه البلدي، روعه بقى، مفيش اجمد من كده. يا ريت تجربوها بجد حلوه. شوفوا رغوتها عامله ازاي، من غير بقى ولا حاطه مسحوق ولا اي حاجه، وعاملاها بمكونين اتنين بس زي ما قلت لكم وزي ما هتشوفوها في الفيديو. بصوا الفوطه بقت عامله ازاي، انا عايزه اوريكي بس بقت شكلها عامل ازاي. بصوا يعني مفيش اجمد بقى من كده، ولا حاطين اي حاجه غير الخلطه والصابونه. بصوا بصوا يا حبايبي رغوته بقت عامله ازاي. بصوا بصوا جميله جدا جدا. ايه رايكم؟ وكمان هشطف الفوطه واوريها لكم. بصوا يا حبايبي بقى بعد ما شطفتها، بصوا بقت شكلها عامل ازاي، روعه بجد. الوصفه دي تحفه تحفه تحفه. ايه رايكم يا حبايبي؟ بجد الفوطه شفتوا بقت عامله ازاي. الخلطه دي جباره في القضاء على اصعب البقع، روعه. خلت الفوطه بجد زي الفل. كمان الرغوه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. بجد ما فيش اجمد من الوصفه دي، بجد هتقضي لك على اصعب البقع ومش مكلفانا اي حاجه. يا ريت تجربوها بجد وتدعوا لي، حلوه قوي قوي. ولسه لما تبرد خالص هتلاقيها تقلت عن كده. طبعا ما تغطيش الخلطه، سيبيها كده لما تبرد خالص عشان ما تفصلش منك. بصوا يلا بقى بينا على الوصفه عشان نشوف احنا ازاي عملناها مع بعض. قبل ما نبدا كده الوصفه حبايبي، نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا هنجيب حوالي لتر ميه، بس ما تحطوش كله، انا مش حاطه كل اللتر. ودي صابونه بلدي انا بشراها عشان وقت الفيديو، صابونه مش كبيره. تمام اهي يا حبايبي كده انا حطيت الصابونه. وطبعا هنحط لتر ميه، بس ما تحطيش كله، ما تحطيش كل اللتر عقبال ما الصابونه تدوب معاكي، عشان ما تخفش منك. اهو هدوبها كويس. هنعمل ان شاء الله احلى خلطه للغسيل الابيض ان شاء الله، هتخلي الهدوم بتاعتك زي الفل. انا يا حبايبي كده هدوبها كويس، طبعا عشان وقت الفيديو انا هدوبها وارجع لكم، ولو زودت الميه هقول لكم. اهو يا حبايبي انا دوبتها خالص اهو. طبعا احلى صابون بلدي بنعمله مع بعض، شوف رغوته عامله ازاي، تحفه. بنعمل بيه احلى الوصفات، وعاملينه من زيت المستعمل. انا كملت بقيه اللتر. تمام بعد كده انا طبعا كنت عامله معاكم قبل كده المره اللي فاتت الخلطه بتاعه الغسيل الابيض، بس كنت عاملاها بالنشا والصودا. في ناس ما بتحبوش، انا عملته المره دي بالصابونه البلدي، مش هنحط صودا. دي خلطه للهدوم البيضاء. طبعا انتوا مستغربين لونها اخضر، انا كنت بشتريها لونها ابيض بتاع المنظفات. قال لي جربي دي، انا عاملها جديد. جربتها الصراحه عجبتني قوي، قلت اعملها معاكم. اللي هو اللون الاخضر ده تحفه بجد في التنظيف. انا هحط اللتر ده، لتر بجيبه من عندي بتاع المنظفات. طبعا ما لقيتيش اللون الاخضر ده، جيبي اللون اللي هو فيه منه الابيض. مش عايزه تحطي اصلا الخلطه، ممكن تحطي برسيل جل او تحطي صابون سائل. تمام لحظه واحده هفتحه. اهو يا حبايبي ادي الكيس اهو، ندلقه كله. جميله جدا جدا الخلطه دي.
مع الصابونه بجد روعه. بصوا يا حبايبي بقى بعد ما حطيت اللتر، شوفوا تقول عامل ازاي. هزوده بقى ميه عاديه خالص من الحنفيه اهي. هنحط حوالي لتر كده. بصوا تقولوا هقلب. انا يا حبايبي بعد ما حطيت معاكم اللتر بتاع الميه حطيت كمان لتر. انا فاكره بقى ان الكاميرا شغاله، انا دايما صباعي بيجي على الكاميرا فبتفصل مني من غير ما اخد بالي. وحطيت كمان لتر، يعني انا حطيت 2 لتر ميه، بس الكاميرا فصلت مني كالعاده من غير ما اخد بالي، فانا اسفه جدا. فانا حطيت في الاول لتر ميه مع الصابونه ودوبتها. بعد كده حطيت اللتر بتاع الخلطه، وحطيت 2 لتر ميه كمان، وما حطيتش اي حاجه تاني. بس بصوا رغوته عامله ازاي، رغوته تحفه. انا مش هحط في الوصفه دي حاجه خالص غير الخلطه اللي انا حطيتها بس والصابونه، لان الصابونه اللي احنا بنعملها حاطين فيها كل حاجه، حاطين فيها بيكربونات الصوديوم، حاطين فيها كل حاجه، سكر، ملح، كل حاجه. فانتي طبعا انتي عايزه حابه تحطي، ممكن تحطي معلقه بيكربونات الصوديوم، مفيش اي مشكله خالص. انا مش هحط له اي حاجه، لان بصوا ولا هحط له سكر، لان رغوته تحفه. انا عامله الوصفه دي للغسالات الفوق اوتوماتيك والغسالات العاديه مش الاوتوماتيك، تمام. ورغوته تحفه تحفه تحفه. يعني الوصفه دي ما كلفتنيش حاجه غير الخلطه اللي انا اشتريتها بس، لكن الصابونه عندي عاملاها من الزيت المستعمل. بجد الوصفه دي هتخلي الهدوم بتاعتك البيضه زي الفل. انا هوريكي برده الرغوه بتاعتها عامله ازاي. لحظه. بصوا يا حبايبي دي ميه عاديه خالص من الحنفيه، وهاخد شويه من الخلطه، ده مطرح الصابونه اهي. هاخد شويه. بصوا يا حبايبي اوريكم الرغوه بتاعتها. في اول الفيديو هغسل معاكم حاجه اوريكم بتطلع البقع ازاي تحفه. انا عايزه برضو اوريكم الرغوه بتاعتها عامله ازاي، هي باينه اصلا في الطبق عامله ازاي، ومن غير ما نحط فيها اي حاجه. يعني انا عملت بالخلطه بس والصابونه وميه، عملت احلى خلطه للهدوم البيضاء. انا عن نفسي بنقع الهدوم بره الغساله، بنقعها كده، بحطهم في ميه، واحط شويه مسحوق، واحط الخلطه الحبه، يعني كوبايه كده، كوبايه صغيره. بصوا رغوتها عامله ازاي، بصوا رغوته عامله ازاي. رغوته تحفه زي ما انتم شايفين كده. بصوا رغوته تحفه بجد. ايه رايكم بقى في الخلطه دي؟ بجد روعه روعه روعه، مفيش اجمد من كده. بصوا وتقولها كمان حلو لسه اما تبرد خالص. هتشوفوا التقل بتاعها عامل ازاي، روعه. شوفوا تحفه تحفه. هي لسه سخنه تحت في ايدي كده، سخنه اهي. ايه رايكم؟ عاملين خلطه بجد حلوه قوي جباره. زي ما بقول لك هتنقعي الهدوم بره. عايز تنقعهم في الغساله عادي مفيش اي مشكله. انا عن نفسي بنقعهم بره، تمام. باخد كوبايه صغيره على المسحوق بتاعي وبنقعهم، بتخليها زي الفل. ممكن تحطيها انت في الغساله وتحطي برده المسحوق بتاعك وتحطي الخلطه دي، هتخليها لك زي الفل. ورغوتها حلوه قوي قوي، رغوتها تحفه. انا بحطها في الغساله برده ساعات بغسل بيها، يعني بعد ما انقع ساعات بحط شويه برده مع الغسيل في الغساله. الرغوه بتاعتها تحفه والتنظيف روعه. انا قلت اجربها معاكم بجد حلوه قوي قوي. ايه رايكم بقى في الوصفه دي؟ انا عملت معاكم كذا وصفه، الوصفه دي جميله جدا جدا. الخلطه مع الصابونه البلدي، طبعا انتوا عارفين الصابون البلدي بقى في اي بقعه، يا ريت تجربوها. حلوه قوي قوي، وان شاء الله هتجربوها وتدعوا لي. يا ريت يا حبايبي لو عجبتكم الوصفه تكتبوا لي في التعليقات، ولو عايزين اي وصفه تانية اكتبوا لي في التعليقات. يا ريت ما تنسونيش باللايكات، ويا ريت تعملوا الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.